النهارده جايبين لكم زيارة لمهرجان الشارقة للسيارات القديمة. الصراحة احساس حلو جدا لما انت تبقى ماشي في وسط عربيات قديمة، تحس انك انت واخد تاريخ العربيات من اوله لاخره. تجربة مميزة جدا. نفسي اعرف بقى الامريكان كانوا بيركبوا العربية دي ازاي. الصراحة حاجة يعني انا شفتش عربية بالطول ده الصراحة، تحس انك راكب مركبة فضاء. تحس كده ان يعني دي يا باشا بي ام دبليو موتور 8 سلندر 2600 سي سي، ماشي 15860 يا بلاش 501 موديل 1960. لا حاجه جميله الصراحه. دي يا جماعه اول عربيه فورد عملتها، فورد موديل تي. دي العربيه اللي نجحت نجاح غير طبيعي وخلت شركه فورد تبقى من اكبر مصنعين السيارات في امريكا. يعني الصراحة احساس غريب جدا لما تشوف عربية صندوقية بالشكل دهوت، بس الصراحة صناعة فاخرة. لاحظ هنا ان العربية جنوطها خشب. شايفين جنوط خشب؟ طبعا ما كانش فيه مارشة يميها، كانت العربيات بتشتغل بالمنافلة. دي موتور 2600 سي سي ولا 2900 سي سي 4 سلندر، تقريبا كان بيطلع حصانين ونص، يا دوبك تمشينا. شايفين يا جماعة الدركسيون بتاعها عامل ازاي؟ حاجة يعني جميل جدا. اما هنا بقى لقينا الاخت الخنزيرة موتور 2200 سي سي ماشية 44000 كيلو. لا الصراحة يعني الحالة باينة، حاجة كده فخمة. دي نيسان يا جدعان، نيسان. تخيلوا دي نيسان، يا سبحان الله. دي الفات 500 والفولكس الباص. دي فورد، انا معرفش دي مين الصراحة، بس الصراحة شكلها فخمة. مش عارف ايه هتكون في شروط الخشب دي، مش فاهم يعدي وسط يعني حاجة كده على بص. لا كده كتير. شايفين ده الازاز بتاع العربية يا جماعة، علشان السواق ما يجيش يلاقيها في وشه، حاطينه قدامه مراية حمام. أسطورة نيسان أو داتسون الزد بين. في منها هنا عربيتين. يعملوا على بره ده يبقى عامله ازاي؟ حاجه غشيمه كده، تحس ان هي شومه. انا مش فاهم ده سبويلر ولا منشر غسيل. واخيرا وليس اخرا الدي ام سي، العربيه التصوريه التخيليه، افشل عربيه شفناها في الافلام. الصراحه دي اول مره اشوفها في حياتي.
شكلها حلو على فكره في الحقيقه. تحس ان هي دي اول عربيه في العالم اتعملت بابواب بتطلع لفوق زي المرسيدس، بس كانت مشكلتها ان لما بتعمل حوادث الابواب بتقفل ومحدش بيعرف يطلع الناس من جوه العربيه. عندنا كمان بي ام دبليو ام 1، دي ما شفتهاش غير في ميونخ في المانيا، وصل منها واحده هنا. صراحه العربيه دي اول ما شفتها ما استغربتهاش، لان هي موجود منها لغايه النهارده شغاله في مصر، العربيه المرسيدس دي. يعني مش عارف الاماراتيين اخرتهم ايه يعني لدرجه ان هم يشتروا عربيه باتمان ويحطوا عليها نمر دبي كمان. بعد كده نخش العربيات الاندور. دي بقى الحاجات دي الحاجات اللي محتاجه تكييف فعلا. دي بنتلي مارك 4، شيفروليه سبيشال ديلوكس. يا حلوة يا بيضة. ولقينا البيجو ال 304 موديل 74، ودي اوبل كادت موديل 62. المضحكة اوي دي مش عارف مين. ستروين. بصوا اجي ستروين طول عمرها كده، بذمتكم ودينكم يعني ده منظر عربيات صمموها يعني. انا مش فاهم، ما علينا. والتحفة المعمارية دي افخم عربية ستروين عملتها، دي الدي اس. فيها كمية اختراعات ما حصلتش في تاريخ صناعة العربيات لغاية النهاردة. بتبقى الحاجات دي مش موجودة في عربيات موديل السنة. العربية دي معمولة بنظام هيدروليك، تقدر تغير العجل من غير ما ترفعها على البتاع، فيها انوار انتفاخ، حاجة كده روعة. دي بقى الرولز رويس 30، دي من افخم العربيات في عصرها سنة 1934 ل 1934. فعلا رغم ان هي مر عليها يمكن 90 سنة، لكن العربية فعلا تحس ان هي عربية فخمة. اما بقى العربية دي دايما كنت بشوفها في افلام عبد الوهاب حافظ، والله ده من الشيفروليه ده. هي شيفروليه ماستر، شركة فيات يا جماعة. فيات 509 موديل 1934. فيات كانت شركة جبارة برضه. عكس فورد الجنوب بتاعتهم حديد، وعندهم فرامل قدام وفرامل ورا وشغالة بالمنافلة. طبعا الأنوار دي بتبقى شغالة كهرباء. دايما اسمع عن براند بلايموث، دي اول مره اشوف بلايموث على الحقيقه. طبعا الشركه دي قفلت وفلست، بس الصراحه عربياتها شكلها فخم للغايه، يعني الفينش بتاعها رائع، تصميماتها فيها يعني عمار يا بلايموث. دي بقى عربيه عبد السلام النابلسي، الفيات، لونها برتقالي في اسود. دي فورد تي موديل 27. فورد كانت بتعمل شوية عربيات كلام ما شاء الله. لا دي فخمة حنطور بس ما اقولكوش يعني. دي دوج براذرز، عربية دوج. شفت دوج كانت بتعمل ايه زمان؟ دوج كانت بتعمل عربيات عاملة ازاي؟ فرد الكاوتش ما شاء الله، شغالة بالمنافلة برضه. عارفين مين دي؟ دي أول وأغلى بوجاتي في التاريخ، بوجاتي 57 اس سي اتلانتيك كوبي موديل 35. العربية خلفيتها فيها ايروديناميكية عالية جدا، رغم العربية موديل 37 تحس إن هي عربية تصميمها جديد جدا. كانت زيارتنا النهارده لمعرض الشارع للسيارات القديمة والكلاسيك. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا اشتراك في القناة، مش مشتركين
وتفعلوا تنبيهات الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتكم اول باول، واعملوا شير للحلقه عشان الناس تشوف العربيات القديمه شكلها كان عامل ازاي. اتمنى نشوفكم حلقه جديده مع مواضيع جديده. استنوا، مع السلامه.